ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل بقى النهاردة مع بعض وصفة جديدة خالص بعيدا عن المحتوى الاكل والكلام ده. هنعمل وصفة للصابون، صابون المواعين. طريقة حلوة جدا، بيلمع الألمونيا والصواني والأطباق، وكمان مش بيضر الايد خالص. وهقول لكم دلوقتي ليه. قبل بقى ما نبدأ وصفتنا صلوا بينا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اول حاجه بقى معانا في وصفتنا هي قشر الليمون وقشر البرتقال. دول كانوا في الفريزر وطلعتهم كده فكوا من بعض. كل ما بستخدم ليمونه بحطها في الفريزر، كل ما استخدم ليمونه احطها في الفريزر، اقشر برتقانه احط قشرها في الفريزر، عشان استخدم كل حاجه عندي، ما ترميش اي حاجه. ويعني ما بنرميش القشر خالص. بنجمع بقى شويه كده مع بعض في كيس. طبعا بيخلي الصابون حلو جدا. الليمون ده اللي بيخلي الألمونيا تلمع معاكي كده وتبقى جميلة. هنمشي بقى مع بعض خطوة خطوة كده، وإن شاء الله تبقى وصفة سهلة وجميلة ومش هتبطلوا تعملوها، عشان بقى معناش نشتري الصابون من بره. لأن اللي بنشتريه من بره ساعة ما بتحطيه على الحوض ويطول المية بيدوب معاكي، بيبقى مش حلو خالص. اما وصفتنا النهارده حلوه قوي وهتعجبكم. اول حاجه بقى هنجيب ميه، وتكون الميه مغليه، مش هنحط فيها اي حاجه ولا اي اضافات ولا اي حاجه. هنضيف قشر الليمون وقشر البرتقال بتاعنا لحد ما نغليه كويس. هنغليه كويس جدا عشان احنا هناخد الميه بتاعته، فاحنا عايزين نغليه كويس. الميه تكون مغطيه القشر. يعني انا كنت حاطه الميه ما كانتش مغطيه، زودتها شويه ميه. وهنسيبه بقى لحد ما يغلي. بعد ما يغلي هنسيبه بقى لحد ما يبرد معانا كده. بعد ما برد هنبدأ بقى نجهز مقاديرنا عشان نعمل الصابون. ده قشر الليمون وقشر البرتقال بعد ما برد معانا اهو في الحلة. شوفوا المية لونها ايه، طبعا عشان ده المية لما غلت مع قشر البرتقال كده وقشر الليمون، لسه طبعا هناخد المية بتاعتها. ومعانا ربع كيلو بطاطس، الكيسين دول ربع كيلو. ومعانا كيس برسيل جل من الصغير. ومعانا الجليسرين، مش هناخد كلها، احنا هناخد معلقة واحدة بس. وهقول لكم ليه. وده معانا كوب بريل مركز. ومعانا كوباية دي ملانة. برضه هقول لكم الدقيق ده ليه. وهنحتاج ملح وسكر. ومعانا ازازة ونص زيت مستعمل، زيت سمك، زيت بانيه، برجر، اي زيت. هنحوشيه مع بعضه كده لحد ما نجمع ازازة ونص او 3، وتضاعف الكمية زي ما تحبي، ما نرميش اي زيت. ومعانا الديتول سايل، وده اختياري بس يفضل ان احنا نستخدمه. هناخد بقى كوبايتين ونص ميه من اللي سلقنا فيها قشر الليمون وقشر البرتقال، احنا ما ضفناش عليها اي اضافات، هي ميه بس وحطينا فيها قشر الليمون وقشر البرتقال. هناخد منها كوبايتين ونص. وما نرميش قشر الليمون وقشر البرتقال عشان لسه هنستخدمه. هنبدأ بقى نضيف المكونات كلها في طبق كده او في عجانة. بس يفضل بقى ان انت تحطي الطبق ده في الحوض، ما يكونش طبعا في اطفال جنبك، وهتقلبي بحرص جدا علشان طبعا المكونات بتتفاعل مع بعضها وبتسبب ريحة مش لطيفة، وممكن تأذي اللي عندهم حساسية او تأذي الاطفال. انا حطيت الطبق في الحوض وهبدأ بقى ان انا اضيف المكونات. بأكد تاني ما يكونش جنبك اطفال، وقلبي بحرص عشان ما يتربش عليكي ولا يأذيكي. هنضيف بقى البطاطس بس بحرص عشان بيحرق الايد. يفضل بقى انك تلبسي جوانتي او كمامة او الاتنين، عشان بس اللي عندهم حساسية، لان بيطلع ريحة جامدة قوي. وهنبدأ بقى نضيف اهو وضفته، ولازم نقلب على طول. ويكون تقليب معلقة خشب، مش بحاجة معدن عشان ما تدوبش. يعني ما تقلبيش بمضرب مثلا، اللي هو المضرب اليدوي ده، ما تقلبيش بيه هتلاقيه دب معاكي، لان طبعا هي سخنة وبيحرق، فهي هتاكل المعدن. واحنا بنقلب كده تكون ايدينا سريعة شوية بس بحرص، عشان بس المكونات ما تفصلش من بعضها. فلازم تكون اللي هو انت بتقلبي على طول وتضيفي اللي بعده وتقلبي وهكذا. وهتفضلي بقى تقلبي كده لحد ما البوتاس يدوب خالص بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص كده شوفوا، يعني انا بطلع كده بالمعلقه، خلاص ما عادش اي حبيبات للبوتاس. وهنبدا بقى نضيف بقيه المكونات. هي الوصفه سهله جدا، هي مقاديرها كتير شويه، بس الوصفه سهله قوي. والمكونات بتاعتها قليله، يعني مش بكميات كبيره، بس بجد بتبقى حلوة قوي. هنصفي بقى الزيت ازازة ونص، وهنقلب على طول. ساعة ما هنضيف الزيت هنبدأ نقلب على طول برضو عشان ما يفصلش من بعضه. شوفوا كده ايديا هتلاقيها على طول في التقليب، كل ما بضيف حاجة عمالة اقلب اقلب. ده كده بعد ما ضفنا الزيت برضو هنقلبه شوية لحد برضو ما يندمج مع مية قشر الليمون وقشر البرتقال بنفس الشكل ده. لان المكونات لو فصلت منك
الوصفة هتبوظ. فانت لازم تستمري في التقليبة على طول، يعني طول ما انت بتحطي حاجة تقلبي على طول. هناخد بقى قشر البرتقان مع كام حباية ليمون كده بنفس الشكل ده، يعني اي كمية عادي، وهنضيف عليهم حبة مية برضو من اللي احنا سلقينهم، المية اللي هي طلعت من السلق بتاعهم، وهنعصرهم مع بعض كده في الخلاط. هناخد منهم 3 معالق بس، 3 معالق. هو الخليط ده تقيل شوية لما ضفنا الزيت. هناخد بقى 3 معالق من اللي احنا هنعصره في الخلاط. انا هنا كنت ضفت عليه لون، بس كان عايز يتزود شوية عشان يأثر على اللون الأصفر ده، بس فضلت ان يبقى طبيعي خالص فما ضفتش لون تاني، يعني اكتفيت بنقطة اللون اللي انا ضفتها بس. فهاخد 3 معالق كده كبار من قشر الليمون وقشر البرتقال اللي احنا عصرناهم دلوقتي. كل ما هتقلبي كل ما هتلاقيه بدأ يتقل معاكي. ما تنسوش بقى لو عجبتكم الطريقة تقولوا رأيكم في الكومنتات، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هنضيف بقى 1.5 معلقة كبيرة ملح وهنقلبهم برضو على طول، وكمان هنضيف 1.5 معلقة سكر وهنقلبهم برضو على طول. بعد كده بقى هنضيف كوباية كبيرة دقيق وهنقلبهم كويس سوا. الدقيق ده عشان يتقلها، طبعا عشان يتقلها اكتر ويخليها تتماسك مع بعضها اكتر، عشان يطلع قطع الصابون كده متماسكة وحلوة. طبعا مش هتقولي بقى ده هو كده برد شوية فهنقلبه بالمضرب اليدوي، لا برضو هي لسه البوتاص لسه مفعوله شغال، فما ينفعش ان انت تحطي فيها المعدن دلوقتي. يفضل ان انت تستمري بالتقليب بالمعلقة الخشب، ومع التقليب اي تكتلات او اي قطع هتفك معاكي. بعد كده بقى هنضيف كوباية البريل المركز وهنقلبهم كويس لحد ما يندمجوا سوا. بعد ما اندمج كده مع كل المكونات وتقل بالشكل ده هنضيف بقى كيس البرسيل الجل وهنقلبهم بقى كلهم برضو مع بعض لحد برضو ما يندمج معاهم كده. ده بقى الجليسرين، هنضيف معلقة كبيرة، الازازة ونص زيت عليهم معلقة كبيرة، ده عشان بيحافظ على الايدين، ده اختياري طبعا، بس يعني يفضل ان هو يتحط، بيحافظ جدا على الايدين، ما يخليهاش بقى تشقق ولا تنشف من الصابون زي الصابون الجاهز وكده، لا بجد بتبقى حاجة جميلة جدا. عاملاها في البيت واقتصادية وكمان مش بتضر ايدك خالص. ده بقى ديتول سايل، هنحتاج معانا غطا ديتول او معلقة كبيرة. انا هنا الغطا ما كانش ملان قوي فزودت شوية كمان، ده طبعا برضو بيكون اختياري، بس حلو جدا بان هو بيطهر المواعين وبرضو مطهر حلو جدا للايدين، فبرضو يفضل ان هو يتحط. في الاول كانت ريحته صعبة جدا ونفاذة قوي، ما كنتش حابة ان انا اشمها. الوقت بقى بعد ما ضفت الديتول والجليسرين والبريل والبرسيل جل والحاجات دي، ريحته بقت حلوة قوي، بجد بقت ريحته جميلة، اللي هو اصلا وانت بتعملي المواعين كده الصابون بجد ريحته حلوة وبيخلي ريحة المواعين جميلة قوي. هنجيب بقى كرتونة، اي كرتونة هنحط فيها كيس او شنطة بنفس الشكل ده وهنضيف جواها الخليط لحد ما ينشف. احنا سويناه كده وهنسيبه بقى حوالي 8 ساعات واوريكم شكله. ده شكله بقى بعد 8 ساعات، لو لقيتي فيه لسه زيت او سوائل على الوش سيبيه لحد ما يشربه. انا هنا كنت قطعته عشان السوائل تدخل جواه ويشربه. ده كان بعد ال8 ساعات. هنسيبه بقى لتاني يوم ونشوف حصل له ايه. هو طبعا كده لسه طري شوية، بس هو كل ما بيقعد كل ما بينشف وكل ما لونه بيفتح اكتر. انا هنا عدت على التقطيع وهسيب بقى التقطيع ده عشان لو اي سوائل لسه على الوش تنزل جواه. ده بقى اليوم التاني، يعني انا عملته بالنهار وسبته 8 ساعات خلال اليوم، وبالليل سبته لتاني يوم. تاني يوم بقى انا طلعته وقطعته وفكيته من الكيس. هبدأ بقى ان انا اقطع كده الصابون، هتقطعيه بقى زي ما انت عايزه، هو لسه طري شويه على فكره، تقدري ان انت تشكليه وتقدري ان انت تعملي فيه اللي انت عايزاه وتقطعيه الاحجام المناسبه اللي انت عايزاها. ده طبعا كده كنت بقطعه، انا قطعته مكعبات عادي، انت بقى تبداي تقطعيه زي ما تحبي. هو جامد خالص اهو، يعني تعرفي ان انت تقطعيه، وفي نفس الوقت لو انت حبيتي تشكليه هيلين معاكي وهيتشكل لانه هو لسه منشفش خالص. بس هو ما شاء الله بقى حلو معانا اهو، كل ما هتسيبيه كل ما هتلاقي لونه فتح اكتر. بعد ما هقطعه كله، شوفوا انا هنا كنت بوريكم ان انا لسه ينفع ان انا احاول ان انا لو حبيت اسويه بالسوا عادي. قطعناه كله اهو وهسيبه بقى اليوم التاني لحد ما ينشف اكتر. ده بقى شكله بعد ما سيبناه يومين كاملين بعد ما عملناه نشف، لونه بقى طبعا افتح ولونه بقى جميل، ريحته
تحفة بجد، ريحته جميلة قوي. الحجم والتقطيع ده حسب رغبتك طبعا، ما طلعش متساوي معانا بس عادي يعني، مش مفيش اي مشكلة. بيلمع المواعين جدا، ناعم خالص، مش بيضر الايد عشان الجليسرين، وكمان بيطهر المواعين عشان الديتول. وهنا كنت بوريكم ملمسه ناعم خالص، ومش بيعجن زي ما اول ما تبليه كده يعجن خالص، لا طبعا مفيش الكلام ده. هنا كنت هعمل لكم اختبار بسيط خالص كده. ميه اهي ما فيهاش اي حاجه، والليفه برضو السفنجه ما فيهاش اي حاجه خالص. شوفوا كنت بوريكم ان انا بعصرها ما فيهاش اي حاجه. هجيب الصابونه كده، هبدا اضيف الصابونه اهو. مجرد بس ما بليت الصابونه وعكيت الليفه بالشكل ده، هتبدأ بس اول ما احطها في المية هتجيب رغاوي. كل بقى ما احطها في المية واطلعها هتجيب رغاوي، اللي هو انت اصلا ممكن تعملي مواعين كتير جدا بالحبة الصغيرين اللي انا عملتهم في الاول دول. اللي هو مجرد بس ما عملت الليفة في الصابونة جابت صابون كتير جدا، تقدري تعملي كتير. وبرضو بعد ما بليتها لسه الصابونة ملمسها جامد، وهحطها في المية اهو برضو قدامكم عشان اوريكم ان هي برضو حتى لو حطيتها في المية وطلعتيها برضو الملمس بتاعها جامد. مش اللي هو مثلا ساعة ما تحطها في المية تبوش كده وتلزق، لا خالص. بجد الوصفة ده هتعجبكم قوي وهتدعولي ان شاء الله عليها. اللي يجربها ما ينساش يقول لنا في الكومنتات. شوفوا ما شاء الله، كل ما بحط في المية كل ما بيطلع صابون، كل ما بحط في المية كل ما بيطلع صابون. دي من اكتر الوصفات الاقتصادية بجد اللي انا بعملها دايما. كل ما بحوش شوية زيت بعملها. انا مش اول مرة اعمل الوصفة دي، انا بعملها على طول، بس حبيت افيدكم معايا بيها. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وتعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.